عايزه اقولك ان الفيديو النهارده جامد جدا، ان شاء الله هيعجبك. هو مش وصفه ومش روتين، هو فيديو تنظيف عميق للمطبخ، تصبين متصبن تصبينه تحفه. ان شاء الله تشوفيه وهيعجبك. وتتنشطي وتقومي تروقي معايا. مطبخي كان بقاله سنتين ما تروقش، ده بعد السنتين هتشوفي بقى ما لا عين رأت فعلا يعني. المهم، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو انت أول مرة بتشوفي قناتي، أتمنى تشرفيني بالاشتراك وتدوسي لايك لو عجبك الفيديو. مطبخي بقاله تقريبا دلوقتي من سنتين لثلاث سنين ما تروقش، وده حاله زي ما انت شايفة. ما تصبنش التصبينة العميقة دي. آه، في الفيديو ده بقى خلاص انا كنت في تحدي الساعة. هو في جروب على الفيس عاملين تحدي الساعة، بصراحة انا خدت الفكرة منهم. هما محددين ان هو في تحدي الساعة ده النهاردة هنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا. انا مش ماشية معاهم في تحدي الساعة ده عشان هو مش جاي عليا. يعني النهاردة هيروقوا البلكونة، النهاردة هيروقوا أوضة النوم، أوضة الأطفال. هو مش جاي معايا. هو تحدي الساعة بتاعي ده على مزاج ولادي. فعلى ما بخلصهم بقى واجي ان انا ابدا وكده، ببدا باي حته مش عجباني واي حته مش مريحاني. في الفيديو ده في ساعه واحده غسلت المطبخ الالموتال من فوق بخلطه ان شاء الله هقول لكم عليها. بقولك سنتين او 3 سنين، وبدعكه واحده كان خلاص المطبخ. ما دعكتوش قوي، ما فضلتش بقى ادعك فيه وكلام من ده، لا. معايا خل بريل متخفف بميه، آه كلوريكس جل، سترس ده رهيب. انا كنت فاكره ان هو زي الباور بقى واللاستر والحاجات دي، ان انت عايزه يعني ايه ارش واسيبه 5 دقايق والكلام ده. لا، انا بعد ما رشيته، بعد ما رشيته الاول دقيقه كده، وبعدين ان هو خلاص. يعني اقصد ان هو دلوقتي انا رشيت السترس على ما اجمع الخلطه اللي انا عاملاها دي. لا، ما هو لما جربته بقى في الناحيه التانية، ان انا عملت الخلط، رشيت السترس وغسلت على طول، طلعت. حطيت الكلوريكس مع الخل مع مع البريل والميه، دول كلهم مع بعض في جردل او في طبق، ايا كان اللي عندك، بسهولة جدا جدا جدا. حقيقي سترس ده تحفة، حاجة كده اللي هو ايه، ما تنعنيش الهم بعد كده. لا، ده انا المطبخ ده كل اسبوعين كل شهر كل ما الاقي نفسي فاضية هطلع اغسله. ما عدتش هسيبه زي الاول كده، حقيقي من سترس. هو ده شكله كان الاول كده وبعد كده بقى كده. طبعا اللي هي الاحرف دي كانت عايزة ان انا اجيب لها فرشة اسنان، او الفرشة اللي هي بتاعة البوتاجازات. بس هي صراحة يعني ما هيش عندي. وكمان كان خلاص يعني ولادي بدأوا ان هم يزنوا، فاللي هو انا ما عادش عندي وقت. فقلت المرة اللي جاية ان شاء الله هعملها. ده اللي انت شايفاه دلوقتي قدامك ده الألموتال اللي ناحية البوتاجاز. الألموتال اللي ناحية البوتاجاز ده حرفيا بقالي 10 سنين جواز ما غسلتوش. لو كنت جيت ادعك فيه ما كانش بيطلع. ادعك مهما ادعك بالسلكة والبريل والكلور ما كانش بيطلع. هو اللي فعلا اللي طلعه المرة دي سترس، اللي هو رشيت عليه كده زي بالبخاخة زي ما بعمل قدامك كده، وبالسلكة اللي فيها الخلطة وكده، زي الفيديو ما بيصور كده. بس هي يا دوبك ماشية كأني بغسل طبق، كأني بغسل كوباية. الحته اللي كان فيها الدهون جامده قوي، ان هي يعني بتحتاج كأني مثلا بغسل حله ألمونيوم ولا حاجه. بقى بيلمع بقى حاجه كده، عايزه ادخل جوه المطبخ اقعد فيه من كتر النظافه اللي فيه.
رجعت برضو عدت على الحتة دي تاني وغسلتها، بقى فعلا فلة. يعني دي مجرد دعكة بسيطة كده طلعت بقى الحاجات دي كلها. وعلى السيراميك تحفة، بيطلع اي دهون ورا البوتاجاز وال اللي هي الدهون اللي بتبقى ورا البوتاجاز دي. ودي كان الازاز اللي هو بتاع المطبقية من، ودي فوق السطح بقى اللي فوق. بترش شوية السترس كده وتقومي جاية بالخلطة والسلكة، وتقومي رايحة عاملاها كده فلة في ثواني. بقولك حقيقي والله من كتر ما هي آه من كتر ما هو مريح قوي، فقلت لا انا مش، ما عدتش هسيب فوق الرخامة فوق المطبخ كده. كل اسبوعين كل شهر بالكتير هطلع اعمل، كل ما هلاقي نفسي فاضية هطلع اعمل. انا قلت أنا بقالي سطح المطبخ ده بقالي سنتين او 3، والله العظيم بقالي اكتر من سنتين. يعني ممكن يعني سنتين ونص، 3 سنين ما اتغسلش، ما طلعتلوش. سنة حامل، سنة برضع، سنة حامل وبرضع، المهم ان ما كنتش ببقى فاضية خالص ان انا اطلع. ال... في ثواني اللي هي دعكة بسيطة جدا بتقوم رايحة منضفاها. كده خلصتها. بأي فوطة بقى دعكتها، بأي فوطة بقى بقوم رايحة مسحها، بتبقى بتلمع كده وفل. بالمرة بقى وانا فوق كنت باخد معايا السقف، الحتة اللي هي السيراميك اللي جنبها كده. جربي سترس ده على ضمانتي، تحفة 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 تحفة. الفوطة كانت وقعت مني، اضطريت انزل اجيبها واجي وانا اصلا واقفة على الرخامة، يعني مش واقفة على سلم او على كرسي او على حاجة، لا واقفة على الرخامة. فكنت في عذاب يومها حقيقي. بس السترس ده من كتر حلاوته كنت عايزة افضل فوق، يعني كنت عايزة يبقى فيه اكتر من كده واقعد انضف. في ثواني الحاجة بتطلع وبتبقى تحفة. الدهون اللي فيه والأتربة والحاجات دي بتطلع في السلكة وبتبقى تحفة. بقى بيلمع ازاي كأنه جديد. ده فوق بس كده ده شكله من فوق. الازاز ده بقى المفصلات بتاعته مش مظبوطة، اللي هي لما الازاز بيترفع بيرجع ينزل تاني بسرعة. ف... فانا رافعاه بمسمار، متنكة فيه مسمار كده وسايباه في ثواني. يعني الحتة اللي انا رشيت عليها السترس دي في ثواني زي ما الكاميرا مبينة. الحتة بقى اللي معلهاش كنت بحاول ان انا ادعك فيها شوية، ما كانتش بتطلع لان هي اتربة ودهون، فلزقت بقى على الازاز. تحدي الساعة ده، انا ماشية بالحاجة اللي هي عايزة انضفها اكتر. انت ممكن تعملي يعني المطبخ عندي، هما تقريبا كان في اليوم اللي انا بعمل فيه المطبخ ده كان هما عندهم تنظيف البلكونه او اوضه النوم حاجه شبه كده. فانا لا، انا اوضه النوم بتاعتي منضفاها قبل كده، مش هرجع انضفها تاني في حاجات تانية اهم. شفت الازاز بقى شكله منور ويفرح ازاي، عايزه ادخل اقعد جواه. آم، فلقيت ان المطبخ لا هو اللي عايز يتعمل، ففي ساعه واحده عملت ده كله. ده التلاجة ده مكانها برضو هشدها وهمسح تحتها وهمسح السيراميك لانه كان برضو متبهدل، فعملتها. مش عارفة هي المساحة دي ما عجبتنيش. فمش عارفة هو انا اللي معرفتش استعملها عشان كنت ماسكة بايد واحدة وماسكة الكاميرا بالايد التانية، ولا هو كان في ايه. بس هي انا حاسة ان هي مش متينة قوي ان انا اضغط بقى عليها كده وامسح السيراميك المسحة تمام. بس يلا حلوة هي، انا مسحت بيها على قد ما قدرت وخلاص. كانت برضو في الخلطة اللي فيها كلور وخل وبريل، وعصرت الفوطة بتاعتها كده وركبتها ومسحت بيها.
هي هنا السيراميك هنا مش محتاج دعك، الحتة دي مش محتاجة دعك لان هي ورا التلاجة، هي اتربة بس. لكن دلوقتي همسك السلكة بقى وهغسل الحتة اللي تحت، اخليها بربرق كده اهو. النظافة حلوة لو هتعملي كل يوم حتة متر في شقتك ولا شبر في شقتك، هتحسي بفرق رهيب، وهتبقى قاعدة نفسيتك مرتاحة. فعلا النظافة من الإيمان. بغسلها بقى بالخلطة برضو، مش محتاجة هنا سترس، لأن هنا ال- ال- الحيطة دي بعيدة قوي، الحيطة اللي هي في وش البوتاجاز فبعيدة قوي عن البوتاجاز، فما بيبقاش فيها دهون، هي أتربة ومتوسخة كده أعزكم الله. من مثلا ابني ماسك حاجة وحط ايده، انا ماسكة حاجة حطيت ايدي كده يعني. فغسلتها كده، وغسلت تحت السجادة برضو، تحت التلاجة برضو. ممكن انت لو انت مش عايزة تحدي يعني تحدي الساعة ده كتير عليك ان انت تشتغلي ساعة، ممكن تعملي لنفسك تحدي 10 دقايق، تحدي ربع ساعة، على حسب ما انت عايزة. هو فكرة التحدي في ايه؟ ان انت بتتحدي الوقت وبتتحدي نفسك، اللي هو انا هخلص بسرعة، يعني مثلا ربع ساعة هخلص فيها الحاجة دي فتنجزي. يعني مش اللي هو لا انا هغسل التلاجة، بدل يعني ما تقول هغسل التلاجة في ربع ساعة، لا انا براحتي، ما انا مفيش حاجة مقيداني. لا انت لو عملت التحدي ده صدقيني هتنجزي حاجات كتير جدا في وقت قليل جدا. يعني ساعة خلصتي فيها ده كله، خلصتي فيها سطح المطبخ كامل، سطح تقفيلة المطبخ كلها، والحتة اللي جنب البوتاجاز وورا التلاجة، وغيرت كمان رصة التلاجة. دي كانت في الساعة بس. بعد كده بقى وكمان السجاد كنت بغسله، كانت مامتي ربنا يديها الصحة يا رب بتغسلهولي في البلكونة، ومسحت الأرضية وغسلت المواعين. هي الساعة بس خدت معايا مسحة الأرضية وسطح المطبخ والحيطة اللي ورا التلاجة بس. هو ده كان الفيديو، أتمنى انه يكون شجعك وتقومي تخلصي اللي وراكي. السلام عليكم ورحمة الله.